في الوقت اللي سفيان البقالي كيحفظ مع وجه الرياضة المغربية في الأولمبياد وكيجيب ميدالية ذهبية، وكرة القدم في إنجاز تاريخي جبنا الميدالية البرونزية. وانتم عارفين كنا كنسمعوا غير إقصاء وانسحاب الرياضيين المغاربة في أولمبياد باريس 2024، ورؤساء هاد الرياضات الأولمبية كاين اللي شاد الكرسي ديال الرئاسة لأكثر من 20 سنة وما كاينش اللي كيهضر معاه، وهذا الشيء كامل مع زيرو إنجاز في الأولمبياد. هاد السيد اللي كتشوف وهاد السيد داير ضجه كبيره حاليا في المغرب، والمغاربه كيطالبوا منهم يحطوا السوارد ديالهم ويخليوا الكرسي ديال الرئاسه اللي شادين لوحدين اخرين اللي باغيين يخدموا. هاد السيد هو رئيس جمعيه تايكواندو المغربيه وسميتو ادريس الهلالي. فمن بعد الفشل الاولمبي لجميع الرياضات اللي عندهم رؤساء هما شادين الرئاسه ديال هاد الجمعيات لسنوات وما داروا والو، فتخيل معايا هاد السيد ناضوا عليه المغاربه والصحفيين قال لك 22 سنه وهو في كرسي الرئاسه، وعمرنا شفنا ميداليه اولمبيه في هاد الرياضه اللي عندها شعبيه كبيره في المغرب. وانتوما كتعرفوا التايكواندو راه ضروري تلقى دراري في الحومه ديالك كيديروا هاد الرياضه هادي وكيموتوا عليها، ومع هاد الكميه الكبيره ديال الرياضيين المواهب عمرنا درنا شي انجاز في الاولمبيادات اللي دازو كاملين، يعني زيرو ميداليه في هذا المجال ديال الرياضه. رئيس جمعيه المصارعه فؤاد مسكوت قال لك حتى هو ما كاينش البديل ديالو في الرئاسه، واخا ما دار والو في سنوات والمواهب كيضيعوا. فاسمع معايا شنو قال في هذا التصريح. الانجازات ديال المصارعين المناصب حتى هي مهمه. لا ماشي مهمه عندك انت؟ عندي انا ماشي مهمه. انا هذه وجهه نظري. السيد الوزير الشعب المغربي، هذا السيد راه خديت الرتبه الاولى في العالم، عضو في الاتحاد الدولي كاول افريقي اسلامي عربي. خديت عضو رئيس الاتحاد الافريقي قال لك ماشي مهمه. الله يرحم لي كل ولي. ماشي مهم الانتخاب ديالك، ماشي مهم. بغينا الرايه واش ضاق قلبك؟ ماشي ضاق قلبي، ضاق صدرك لانك كتقول شي حاجه ما كايناش. خليني نهضر. سولتي على الانجازات انا غادي لك عليها. اعطيني الانجازات. تتصنت ولا باغي تفهم اسمع واعطيني قول لي الميداليه. والله ما بيض قلبك. شحال من ميداليه ذهبيه في الالعاب الاولمبيه؟ اعطيني الالعاب الاولمبيه شحال جبتي فيها؟ اخر الالعاب الاولمبيه شحال جبتي فيها؟ ورا التاهل الى الاولمبياد غابت الجامعه 25 سنه. نجيب لك انا ميداليه. باش تكلمي على الجامعه تعرف شنو ترى ما فاهمش. ما تقولش لي انايا غابت. فخليني في هذا الفيديو نعطيك بعض الرؤساء اللي دوزوا اكثر من 10 سنوات وهما رؤساء لاتحادات او لجمعيات رياضيه مغربيه وما داروا والو. بالتالي حنا غنبقاو ديما معولين على كرة القدم والبقالي باش نشرفوا المغرب عالميا. بالتالي والمواهب المغربية تبقى تضيع بسبب سوء تسيير وتدبير الرياضة المغربية. غنشوف رئيس بحال فوزي القجع في كاع الرياضات المغربية. بالتالي غنبقاو نشوفوا نفس الوجوه في كرسي الرئاسة في الرياضات المغربية لسنوات. واش هاد الناس ما عندهمش الروح الوطنية؟ كيشوفوا راسهم ما داروا والو وما قدموش الاستقالة ديالهم. واش اللي عنده ضمير مهني ما غيقدمش الاستقاله ديالو ويخلي بلاصتو لواحد اخر اللي قادر انه يخدم؟ الصراحه الله هذا الموضوع راه كبير بزاف وخصو فيديو طويل، ولكن غنشوف الاراء ديالكم في التعاليق.